واهلا بيكم مع كورانيا موسى وحكايه ورا روايه وحلقه جديده وسفاحه الرجال لساره الجندي. بتحكي لنا ساره عن ايه الطبيبه النفسيه اللي لما اتخرجت راحت استلمت في مستشفى حكومي. اهلها نصحوها كتير، قالوا لها بلاش القسم ده، لكن هي كانت مصممه. وبالفعل اول ما راحت واستلمت شغلها هناك كانت الزمايل بتتريق عليها وبتتنمر عليها وبتقول لها ايه دكتوره المجانين اللي نورتنا وشرفتنا. وكمان المرضى كانوا بيخافوا منها جدا، اول ما بيقروا ان هي كاتبه على البلطو بتاعها طبيبه امراض نفسيه بيقلقوا، لان الناس مش قادره تفرق بين المرض النفسي والجنان، وبالذات من الاسر البسيطه. يوم بعد يوم ابتدت تتضايق، قالت انا كده مش هتعلم حاجه ولا هعمل اي حاجه ولا هحقق رسالتي اللي انا عايزاها. وفعلا قررت هي ومجموعه من اصدقائها ان هم يفتتحوا عياده، وهي تفتح اوضه في المكان ده للطب للنفسي او ان هي تعالج الناس. راحت فعلا وفتحت العياده، بس ما كانش برضو بيجي لها اي حالات الا مره جات لها واحده اسمها جميله، رحبت بيها جدا جدا وانبسطت في حد وثق فيها. جميله بتقول لها انا جيت لك لان انا قلقانه وحاسه ان حد بيراقبني، بس اللي نصحتني جارتي وحبيبتي سهى، انا كل يوم بقضي وقت كبير معاها، وهي كان رايها ان انا اجيلك عشان انا تعبانه ومش مرتاحه. هتقول لها طب انت مش مرتاحه ليه؟ هتقول لها ان انا حاسه ان حد بيراقبني زي ما قلت لك. قالت لها طب فين اهلك او فين جوزك؟ هتقول لها ان جوزي في حاله، انا في دنيا وهو في دنيا، ما يعني ملوش دعوه بيا تقريبا، لكن جارتي وحبيبتي سهى هي اللي ليا. حتى اهلي انا ما بردش عليهم اصلا، لان الاخ الكبير ده اهلي دلعوه، بابايا ومامتي ماتوا من زمان. الاب كان مدلع قوي قوي اخويا ده هو والدتي، الكبير خد الاهتمام، والصغير اللي هي البنوته خدت كل الدلع والحب، وانا بقى وقعت في النص لغايه ما جوزوني وارتاحوا مني. حتى يا دكتوره لما جم يجهزوني كان جهازي قليل عن الكبير والصغير. هتقول لها طب انتي مين اللي مضايقك او بيراقبك ليه؟ لا عشان انا بقتل. اتخضت كده وقالت لها بتقتلي بجد يعني ولا انتي بتهزري معايا؟ لا هو في هزار يا دكتوره، في صوت كده بيقول لي اقتلي، بس انا مش بقتل اي حد. انتي بصي لي كده ليه يا دكتوره؟ انتي خايفه مني؟ ايه كانت مرعوبه وخايفه. قالت لها الصوت بيقول لك ايه يعني؟ هو ممكن الصوت ده يقول لك اقتلي تقتلي؟ قالت لها بس بيقول لي اقتلي رجاله. قالت لها طب ولو قرر فجاه كده ونغير نشاطه هتروحي تدوري على الستات؟ قالت لها لا، انا دايما شايفه ان الست دي كائن ضعيف وكائن هو المغلوب على امره، لكن الرجاله دي هي اللي مفتريه. فقالت لها طب والصوت بقى قال لك اقتلي مين؟ قالت لها هو قال لي اقتلي واحد كده كان مفتري قوي على مراته. انا بدي درس، انا مدرسه عربي وبدي درس في مكان معين، انا بقى وانا طالعه ادي الدرس بلاقي مراته معيطه نازله على السلم، طاردها ضاربها شتمها هي والعيال، الراجل ده مفتري وكنت لازم اخد حق الست دي. قالت لها طب وعملتي ايه بقى عشان تاخدي حقك منه؟ قالت لها عملت حاجه بسيطه قوي، قتلته. يعني انتي متاكده انك قتلتيه؟ ايوه قتلته ومات بقولك. انا في يوم كده كنت رايحه ادي الدرس فقررت ان اقتله، خصوصا لما لقيت مراته طالعه من البوابه عماله تعيط ومفلوه من العياط، قلت انا لازم اخد طار الست دي منك. بعد ما خلصت الدرس خبطت عليه قلت له مساء الخير، انا الحقيقه اللي انا الولد بديله درس مش موجود او يمكن هيتاخروا، ممكن موبايلك؟ الراجل ما كدبش خبر وراح قال لي اتفضلي هدخل اجيبهولك. انا بقى رحت داخله على المطبخ وفتحت الغاز وسبته مفتوح، وبعدها ولا كني عملت حاجه، وعملت انا بكلم الناس وان هم مش موجودين في البيت او الحصه اتلغت. وبعد ما رحت تاني بقى عرفت من الولد اللي بديله درس انه مات فعلا نتيجه تسرب غاز. طيب انتي مش متضايقه يا جميله او حاسه بتانيب ضمير؟ هيتأنب ضميري ليه يا دكتوره؟ ده انا بعمل عمل كويس، انا بنقذ الناس من الرجاله المفتريه. هي سكتت وقعدت تقول طب انا هشوف اخرتها ايه في الكلام معاها. طب والحاله التانية يا جميله؟ قالت لها زميلي في المدرسه، انا قلت لك انا مدرسه لغه عربيه، الراجل ده بقى كان مبهدل البنات، اقعد يخانقهم ويقعد يرزل عليهم ويعاكسهم، لا بقى ده كمان وصلت ان هو بيتحرش بيهم، وانا هسيب البنات كده؟ دول امانه في ايدي. قالت لها يعني هو الحل القتل؟ ما فكرتيش ان انت مثلا تبلغي عنه او تقولي في الاداره؟ لا انا على طول اخلص الناس منه يا دكتور. وفعلا عملت ايه بقى؟ رحت بعد كده اليوم ده حظه الحلو انه كان الاشراف، او يمكن حظ انا اللي حلو يا دكتور. خلص الاشراف بتاعه ورحت بقى معديه، واخر بنت نزلت لقيته جنب السور، طويل قوي،
رحت زقاه بكل قوتي، وقع طب ساكت. طبعا الناس كلها لا حد شافني ولا حد عرف حاجه، واتخضيت عليه والله، ونزلت برضو وصوتت وعملت الواجب يعني يا دكتوره ما تقلقيش. لا لا انا مش قلقانه خالص يعني، خالص ربنا يسترها يعني. وقعدت ايه في دماغها كده تقول ايه، ما هو لو انا فعلا اخترت حاجه غير الطب النفسي دي كنت عملت اشعه وعرفت عنده ايه، وقصه دي عندها ضلالات ولا بجد، ولا كنت مثلا شفت حرارتها لو هي سخنه. لكن انا ايه اللي خلاني عملت في نفسي كده يا ربي؟ بس انا طريقه حكيها وادائها خلاني اقول دي عندها ضلالات ومريضه نفسيا 100% وبتعاني. طيب عملت ايه بقى؟ ايه كتبت لها على مهدئات وقالت لها ايه رايك تعملي حاجه بتحبيها، يعني مثلا تروحي تسافري، تتمشي، تركبي حاجه حلوه في النيل، تاكلي اكله حلوه، تخرجي خروجه حلوه. قالت لها طيب انا ايه هعمل؟ قالت لها ولو انت بتحبي هوايه معينه يلا اعمليها بقى. قالت لها ايه؟ انا هعمل كده يا دكتور. وعدى وقت، شويه وقت كده، وما جاتلهاش اي زباين تانية لغايه ما جميله تاني شرفت وجات لها. قلت لها اهلا يا جميله ازيك؟ قلت لها الحمد لله، بصي انا رسمت لك ايه، جوزي على فكره عنده محل وممكن يخليني اساعده وارسم معاه واشتغل معاه، لكن هو رافض. قلت لك انا في حته وهو في حته تانية. قالت لها الله، طب قولي لي عملتي ايه؟ انا نفذت كلامك كله يا دكتور. طب كويس، ها نفذتي كلامي بقى عملتي ايه؟ لا ركبت القطر ورايحه جايه ومبسوطه. واتبسطت اكتر بقى لما الكمساري جه يعكنن على الركاب، قلت والله ما انا نازله الا لما عكنن عليه. وعكننتي عليه عملتي ايه؟ اتخانقتي معاه؟ لا، كل شويه يقول للناس الغلابه يا عيني انت ايه اللي مركبك وانت معكش تذكره، ويخانقهم ويزعق لهم ويطردهم، يعني الناس غلابه. طب عملتي ايه بقى ان شاء الله يا جميله؟ قتلته. قتلتيه برضو يعني برضو؟ ازاي يا جميله بقى؟ ايوه زقيته بقى وانا معديه من جنبه كده بقوتي كلها، اتخبط في العمود، بيقولوا جاله ارتجاج في المخ ولا مات. انا عرفت بقى بعد كده انه مات. يبقى انا كده ايه، عملت حاجه كويسه يا دكتوره. في اللحظه دي آية كانت محطوطه بين نارين، هي مش عارفه تكتشف ان دي بتتكلم بجد ولا لا. هي خطيبها بيشتغل ضابط شرطه، فقررت ان هي تستعين بيه، وكانت محتاره بين واجبها كإنسانة وواجبها كطبيبة، لكن واجبها كإنسانة هو اللي غلب في اللحظة دي. فلما قالت لخطيبها قال لها أنا هجيب لك معلومات عنها. وبعدين ما جاتلهاش تاني العيادة، فاتصلت بيها تسأل عليها. ردت عليها قالت لها اسكتي يا دكتورة، ده أنا مريت بظروف صعبة قوي. تخيلي إن أنا ابني قعد ساعة مخطوف وبعدين رجع لوحده. قالت لها ساعة مخطوف ورجع؟ طب ازاي؟ طب بلغته؟ قالت لها مبلغ ايه، ده كانت سهى جارتي خدته وبعدها بشويه لقيت الولد مش موجود، وبعدين رجع. الاول صوت كده غريب اتصل بيا كده على رقمي وقال لي ابنك مخطوف ومش هنرجعهولك، وبعدها بساعه لقيت الولد رجع. فبقول له انت كنت فين يا حبيبي؟ قال لي في يا ماما انا كنت عند طنط سهى. فسكت بقى، ما خدتش في بالي بقى بصراحه يا دكتوره. قلت لها طيب انت كويسه؟ قالت لها اه انا كويسه. في اللحظه دي آية قررت ان هي تروح بيت جميله وتقابل الزوج، بس اختارت وقت جميله تكون فيه مش موجوده برضو. استنتها لما خرجت وراحت قابلت الزوج وقالت له ان هي محتاجه دعمك علشان تعالج مراتك، لان المرض النفسي محتاج دعم ومحتاج حب. وسالته على اخواتها، قالوا على فكره هم فعلا كويسين وبيحاولوا يصلحوها، لكن هي اللي رفضهم تماما. وانشغلت شويه كده، آية بتقول فتره كده من الوقت مش كبيره انشغلت عن جميله، بس للاسف جه يوم وصحيت على خبر وحش جدا جدا جدا. خطيبي بلغني ان جميلة تم القبض عليها بتهمة قتل الزوج، وانا مطلوبة للنيابة علشان اشهد ان هي مريضة نفسية كطبيبة معالجة. في الوقت ده انا فكرت هل فعلا دي كانت بتعمل كده علشان تاخدني حجة وان هي مريضة نفسية فتطلع براءة، ولا هي فعلا كانت مريضة؟ المهم رحت لها وقابلتها، قالت لها والله ما قتلته يا دكتوره. انا هقتله ليه؟ ده كان مهما كان ده كان ابو ولادي، وبعدين ده بيقولوا ان انا قتلته بالسم. سم ايه يا دكتوره؟ يعني انا هطبخ طبخه ممكن ابني يدخل يدوقها؟ هو صحيح الاكل اللي انا كنت طبخاه في اليوم ده كان هو اكله هو، ولادي ما بياكلوش، بس انا ازاي هقتله؟ اصل انا ممكن ولادي يدخلوا يدوقوا، اطفال يا دكتوره انقذيني ارجوكي. في الوقت ده انا طلعت انا كنت هشهد ان هي كانت بتتعالج نفسيا، بس طبعا المحكمه كانت هتجيب برضو دكتور كمان يقول شهادته.
بس حصلت حاجة غريبة جدا. انا الموبايل في اللحظة دي فصل شحن مني، فطلبت سهى، كانت موجودة جارتها واقفة جنبها واخواتها كانوا مش موجودين في المشهد. طلبت من سهى الموبايل عشان اكلم اهلي. بعد ما خدت منها موبايلها لقيت ان في برنامج لتغيير الصوت على الموبايل بتاعها. انا استغربت وشكيت فيها، قلت لخطيبي وبلغت النيابة وقلت لهم انا كطبيبة معالجة حاسة ان في حاجة غلط، دوروا وراها. وفعلا راحوا ودوروا في البيت بتاع سهى دي ولقوا اثار سم الفيران موجود اللي مات بيها الزوج موجودة عند سهى. بالتحقيق معاها انهارت، وفعلا جميلة كانت مظلومة جدا جدا. هو ايه اللي حصل؟ جميلة دي كانت فعلا بتعاني من مرض نفسي بسيط، كانت بتقعد مع سهى كل يوم وبيتفرجوا على الاخبار، وكانت سهى بتستغل ده وبتخليها تتوهم ان هي ممكن تقتل، وكانت تقول لها يا شفتي ده راجل مفتري لازم نخلص الدنيا منه، تخيلي بقى لو احنا اللي بنقتله، شوفي بقى هناخد ثواب قد ايه. وبتستغل نفسها الضعيفه وبعدها عن اهلها. فكانت جميلة لما بتروح وتنام بتشوف الحاجات دي في حلم، وبتتعمل ان هي اللي قاتله ومصدقت نفسها طبعا بتأثير سهى القوي جدا جدا عليها. فهي لا قتلت ولا عملت اي حاجة، والاخبار دي كانت موجودة فعلا في الاخبار وبتتذاع على الشاشة، وشافتها بعد كده الآية وعرفت ان ده اسقاط للمريض على اللي بيشوفه، فبيتوهم لانها مريضة بالوهم او بالشيزوفرينيا زي ما الكاتبة قايلة، هي اللي كاتبة ان هي مريضة وهم او شيزوفرينيا. بتطلع براءة وبتدور على اهلها اللي بيسندوها تاني، وبتتأكد ان سهى هي اللي كانت ورا كل حاجة وحشة حصلت لها، هي اللي خلت الولد عندها علشان لما تقول له جوزها ده في حد اتصل بيا وبيبلغ ان هو خطف ابني، وتطلع ما فيش حاجه والولد يرجع، الراجل يكتشف ان هي موهومه وانها مريضه فيخاف عليها وعلى ولاده منها. حاجه كمان كانت عايزه تاخد الولاد منها وتربيهم او تتقرب للزوج الاول، ما حصلش ان الزوج اداها اهتمام لانه كان انسان مخلص، ففكرت تخلص من المريضة جميلة بالطريقة دي. خلصت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون حكاية عجبتكم، وآية اكتشفت ان قدامها طريق طويل جدا عشان تتعلم وتتدرب صح وتعالج الناس صح، وبتقول في اخر الرواية ان الاهل وطن، فاتمسكوا قوي باوطانكم. تحياتي ليكم، يا رب تكون روايتي النهاردة عجبتكم، او الرواية اللي كتبالنا عنها سارة الجندي وسفاحة الرجال، ويا ريت لايك وشير وسبسكرايب. باي باي، اشوفكم على خير.